بدو تشوك كيصوني عليا القصه ديالي غادي تبدا ملي كنت باقا في الليسي. كنت باقا صغيره، تكون عندي 15 16 عام بحال هكاك، وكنت باقي ما عارفه والو، باقي الراس خاوي، باقي صايت لي البرد في الراس، الريح اللي جاي تجيني. المهم في داك العمر راه كل واحد، خصوصا البنات كنكونوا مساكن ما تبتاتش واخا هكاك، ما كنكونوا في الليسي والاخر تاع الكوليج كنكونوا مازال ما نضجناش، مازال خاصنا العقل. كاين استثناءات ولكن الاغلبيه كنكونوا سويهلات شويه الا بغينا نقولوا، وباقي كنكونوا مازال ما عرفناش الحياه اشنو فيها، الوقت اش فيها، ومازال ما توقدناش. المهم ما عليناش، كنت كنقرا في الليسي في امان الله، كلشي هو هذاك، سير واجي في الصباح في العشيه في وقت الغداء، كل نهار كنلبس حويجاتي، طويبليتي، شكارتي، عادي بحال كاع البنات اللي كيقراو في الليسي، كاع بنات الشعب. بقيت كنقرا بحال هكاك وعايشه حياتي عادي، حتى واحد النهار من الايام كنت غاده ما بيا ما عليا في الطريق، غاده في امان الله، نمشي بحال اخواتاتي وخوتي في الله، نطلب العلم ونحارب الجهل ونمشي للقرايه، ونكون حتى انا واحد الانسانه مثقفه وواعيه وكتقرا في الليسي. غاديه حتى كيتلقى ليا واحد السيد، واحد الدري كان غريب سبحان الله العظيم، كان بحال هرب من شي مسلسل قديم، شي مسلسل ديال الرساله. كان الستيل ديالو ماشي كاع تاع داك العصر ولا تاع داك الوقت اللي طراو فيه الاحداث تاع القصه ديالي، كان بحال الا جاي من شي سفر عبر الزمان، شي حاجه كانت فيه مراكبهاش، ماشي هي هذيك. ايوا تم جاي ولابس الكوستيم لابس ديك لافيست وداك السريويل تاع الثوب، وداك الثوب اللي كيكون كيبري، عرفتو كيكون كيبري بحال 4 دريه جديده، بحال الا لابس بابي الومنيوم بحال هكاك، وتحت ديك لافيست ضرب قويميجه كحله ومعها داير صباط متناسق حتى هو في الكحل. باقي عاقله مزيان على هاد التفاصيل، بحال هادشي طرا غير البارح. انا غدا وهو غادي مورايا، وبقى عليا انسه مادموزيل سمحي لي عطيني دقيقه من وقتك الزين، عافاك. وهو كيهضر وداك الصباط ديالو قرب قرقلب وانسه عافاك دقيقه الله يرحم لك الوالدين. وانا كنقول له خويا شنو بغيتي، ياك لاباس لاباس ما كاين؟ ويقول لي عافاك الا ممكن بغيت نهضر معاك. الا كان ممكن انسه، كثر عليا من ديك انسه الله يخليك. قلت له يا خويا مرحبا، ياك بس ما كاين شي ما نقضيو، هضر معايا قول لي شنو كاين. انا كنتسنى زعما غير هكا يسولني على شي حاجه ويزيد في حاله مع الطريق، حيتاش المنظر ديالو كان لا يوحي كاع بانه شي واحد ما يمكنش تشوفيه ويعجبك وتقول يا ربي هذا يهضر معايا نهائيا، ما يمكنش. وبدا كيهضر كي دايره لاباس عليك كلشي بخير بعدا، ياك صحتك مزيانه امورك هانيه، وبقى عليه بداك الصواب الخاوي، فين ساكنه، شنو كديري، بدا كيدخل ليا مع العظام، فين غاديه، فين غادا دابا، شنو عندك. قلت له خويا انا غادا الليسي غادا نقرا. ويقول لي ايوا غير بشويه عليك، غير بشويه وحنا كنتمشاو. كنقول له خويا انا راه قلت لك غادا نقرا ماشي غادا كنتسارى، راه داخله دابا، انا داخله مع 4:30، خصني نكون تما في المدرسه في القسم، كيفاش بشويه عليك؟ ويقول لي بشويه زعما غير نتعارفوا انا وياك بين ما توصلي للليسي، بغيت نعرفك وتعرفيني الا كان ممكن. قلت ليه خويا صحاب لي واش بغيتي تسول لي شي حاجه وكنهضر معاك من نيتي، اسمح لي انا ما مسالياش وعندي القرايه، عرفتو ما حملتوش وما عجبنيش وما عرفت كاع كي جاني. صافي لصقني لصقه، بقى عليا وبدينا كنهضروا. انا سميتي هادي، انت شنو سميتك، ها فين ساكنه، فين ساكنت، شنو عندي، شنو كندير، شنو كديري، شنو كنقرا. بقيت دايره لي الخاطر زعما قلت بيد ما نوصل لليسي وصافي. وفاش كنتعرفوا قال سولني شنو كندير وقلت لي راني كنقرا، وسولته حتى انا، وهو يقول لي راه هو طالب كيقرا في لافاك، يعني كيقرا الدراسات العليا ديرهم في لافاك. وان دل هذا عن شيء فانه يدل على انه مازال ما دار حتى شي حاجه في الحياه ديالو، وبصيغه اخرى مازال ما دار في الطاجين ما يتحرق. هي هذيك دوزتها بشغيمه ديال الماء، وبقينا كنهضروا توصلت انا حدا الليسي، وبقى لاصقني قال لك والو قولي لي معيش غتخرجي. وقلت ليه 6 حيتاش اصلا ديك الساعه انا داخله مع 4، يعني معاش كاع غادي نخرج مع 5 ولا مع 6. هو باين بداك النوع اللي ما عنده ما يدار، اذا كان ما قلتليش راه يقدر يبقى يتسناني. قلت نقول ليه صافي، وقلت ليه مع 6. ويقول لي صافي مع 6 غادي تلقيني هنايا واقف كنتسناك. قلت له الله يهديك اخويا، الله يهديك، انا راه
يقدرش يدوز شي حد من هنا، يدوز شي حد من عائلتي، شي واحد من دارنا ويشوفني معاك. انا راه ما مولفاش بهذا الشيء هذا، راعي عليا شويه. هو يقول لي لا والو، مع 6 غادي نتسناك، عافاك ضروري. هو يقول لي شوفي عافاك، انا راه تصابيت بالحب من اول نظره فاش شفتك وعجبتيني، وقلبي جات واحد الصاعقه وبدا عليا بديك السلوبيه اللي كيطلق عليك اي دري اول نهار. صراحة انتي واحد البنت بريئة، كتباني بنت الناس، والبنات بحالك قلال، وانا كيعجبوني البنات بحالك، وزيد وزيد وزيد. ديك الهضره كلكم راكم عارفينها وضروري ما تكونوا فايت لكم سمعتوها. وبقى كيغنيها عليا. قلت ليه صافي واخا. دخلت القسم، دخلت المدرسة، قريت ديك الساعتين، خرجت مع 6 وقلت صافي راه مستحيل. قلت ما غاديش نلقاه، هو مسالي راسو. المهم كان كيبان مسالي، ولكن انا قلت ما غاديش نلقاه، صافي غير هضره كيكذب، صافي راه يكون مشى. وانا واخا قلت ليه بحال هكاك زعما يشوفني شي حد غير باش يفوتني وصافي. اما انا كنت عادي كنهضر مع الدراري كيقراو معايا، كنخرج معاهم، يعني حنا الاصدقاء وداك الشيء. ما كنتش زعما شي وحده اللي كتخاف من عائلتها ولا مرعوده منهم. ما دام داك الشيء في اطار الاحترام راه ما عنديش مشكل. هي هذيك كي قلت لكم، دخلت قريت دوك الساعتين اللي كانوا عندي وخرجت. انا نسيتو حيت ملي قال لي بحال هكاك صافي قلت هذا راه طلقه عليا، ودخلت انا الكور ديالي ومن 4 6 ونسيتو كاع واش تلاقيت به ولا هضر معايا. هي هذيك سالات الحصه، تميت خارجه، تحل داك الباب ديال الليسي، حتى كيبان ليا واقف ديريكت في واحد متكي على واحد الحيط اللي كاين اون فاس الليسي، ضارب نضيضرات كحلين وداك الكوستيوم كيبري بحال الا لابس الومنيوم، تيبان بحال شي روبوت. عرفتو بحال دوك الرجال اللي كيكونوا في الزنقه كيكونوا فيكسين بحال هكاك. ايوا صافي هو واقف، وانا كنقول يا ربي ما يشوفني شي، ربي راه الا شافني صحاباتي غيبقاو يضحكوا عليا وغيبقاو شادينها عليا مدو ما فياش. وانتم عارفين الليسي، عرفتي الا شافوا فيك ابسط حاجه راه ما كيرحموكش، كيبقاو شادينها عليك. كنشوف فيه وبغيت غير نتسلت وما يشوفنيش، وهو حاضي داك الباب وكيقلب كيقلب كيقلب، وانا كنتسلت زعما في الزحام. عرفتو مع 6 كيكونوا خارجين الناس، وهذا راه كيكونوا الماطر، البنات الدراري. بقيت كنتسلت وحاضره راسي باش ما تجيش عيني في عيني ويشوفني. وصاحبتي كانت معايا جالسه كتهضر معايا وانا ما ديهاش فيها، مركزه غير مع ديك السلته اللي باغا نسلت. حتى دار لي وشدني من كتفي. قلت ليه الله اخويا الله، شكون انت؟ ويقول لي ويلي انيسه، انا هذا قلت لك غادي نتسناك مع 6 ولا نسيتي؟ ويلي على انيسه. وانا نقول لي لا ما نسيتك والو، مرحبا خويا، تسنيتيني حتى 6 كي داير لاباس عليك كلشي مزيان هذا وسلمت عليه بحال يلا ما عرفتو تلفت، ما عرفت ما ندير. بقيت كندخل ونخرج عليه تما في الهضره، وهو يقول لي واش ممكن نتمشاو شويه؟ قلت ليه ولكن دابا انا راه خارجه ويلا خرجت من المدرسه وخصني نمشي للدار، وراه دارنا كيحسبوا لي الوقت، عارفيني معاش كنخرج وعارفيني معاش خصني نكون في الدار، ولا جاب الله تعطلت راه مشكله. قال لي ماشي مشكل، انا نتمشى معاك غير حتى لحدا الدار وسيري ديك الساعه نقربك لداركم. قلت ليه لا خويا عافاك، شوف الله يرحم ليك الوالدين، بلا ما تجبد لي شي صداع اللي ندم عليه، غير خليني نمشي لدارنا دابا حتى من بعد. والو بغيتو غير يتفك مني ما بخاش، لصقه ما يمكنش. هو يقول لي غير عطيني النمره ديالك ديال التليفون حتى نهضروا. قلت ليه واخا حتى هذا حل، انا غنعطيها لك. وعطيتو نمرتي، عطيتو النمره تاع التليفون ديالي. وكان هذا اول غلط درتو، هي انني عطيتو نمرتي. الصراحه يا ريت تفقدت الذاكره وتنسات عليا نمرتي، يا ريت طرات شي حاجه وما عطيتوش نمرتي. هي ديك بقينا غاديين انا وصاحبتي في الطريق وهي شاده فيا كتقول لي ويلي شكون هذا، ايش هاد الاشكال، منين جبتي هاد الشيء هذا عاوتاني؟ ويلي ربي واش مازال شي واحد كيلبس الكوستيوم مع داك الصباط وداك الثوب كيبري بحال هكاك ودوك الالوان. وبقات كضحك وانا ما راضياش وما حاملاش راسي. قلت لها شوفي هذا راه غير تابعني وما عندي ما ندير ليه وصافي غير سقني. وهي تقول لي وعلاش عطيتيه النمره مني ما بغيتيش؟ قلت لها المهم انا عطيتو النمره غير باش نصدروا صافي، حيت الا ما درتش بحال هكاك راه غيبقى لاصق فينا. ايوا بقينا غاديين انا وياها وكنهضروا، ما كملات حتى 2 دقائق حتى كيصوني التليفون. الو شكون معايا؟ انا فلان. قال لي بغيت غير نتاكد من النمره، راني باقي تابعك من بعيد كنشوف فيك وبغيت نشوف غير واش عطيتيني النمره صحيحه ولا ما صحيحاش ولا ياك ما غلطتي فيها. قلت له لا راه صحيحه، يلا هي صحيحه، يلا الله يعاونك مسلامه. وانا نقطع عليه. ايوا باش نختصر لكم، هذاك السيد بقى كيهضر معايا ديما
وكيجي عندي ديما ويبقى لاصقني واحد اللصقه ديال ديك شدت العمى في الظلمه ولا كيفاش كيقولوا ليها، كيتهلا فيا زعما راه المهم على قدو، ولكن المهم كيبين لي زعما راه كيتهلا فيا ويجيب لي كادو دوك النوسات ديال 5 دراهم وداك التخربيق بحال هكا، عرفتي داكشي تاع الطلبه. صافي انا الصراحه عجبني الحال، يعني راكم عارفين المراه والبنت كتبغي شي واحد اللي يهتم بها ويجيب لها لي كادو، يجيب لها الشوكولا، يحسسها باللي هي انثى. واخا يكون هذاك الشخص ما عجبهاش وما مقتنعش به ولا ما حاولهاش كاع، ولكن كتقدر انها تقبلو، كيقدر انه يدخل لها لقلبها غير بهذوك لي جيست. هادشي اللي كنطرى ليا انا مع هاد السيد هذا، داك الاهتمام ديالو بزاف وداك الحب وديك التهليه اللي كان كيتهلا فيا. كان مره يجيب لي الشوكولات، مره يجيب لي شي عصير هكا اونبورتي، كيجيبوا لي حتى حدا الليسي فاش كنخرج كنلقاه جايبو ليا، وكيقول لي زعما هاكي راه غادا تشحفي، غادا تكوني عييتي، شربي هاد العصير. وملي كنكونوا مثلا غاديين في الشتاء ولا شي حاجه كاين البرد كيحيد جاكيطو كيعطيها ليا. عرفتوا هاد لي جيست هادو البساط تاع الافلام الهنديه هما اللي طيحوني. صافي بقينا انا وياه مده طويله وحنايا كنتلاقاو وكنخرجوا، داكشي هو هذاك، وليت كنبغيه الصراحه ولا عزيز عليا، وحتى انا تعلقت به، هو اصلا راه كان كيبغيني زعما من الاول وداكشي كان كيدير معايا. المهم بقات الايام كدوز، داز شي ايام هو يقول لي راه انا بغيت نعرفك على دارنا. الله اكبر، قلت له علاش غتعرفني على داركم؟ هو يقول لي وحنا دابا انا هاني كنقرا وان شاء الله غادي نتخرج نشد لا ليسونس وغادي نقلب على شي خدمه وشي حاجه وغادي نجي نتزوج بك وكذا وكذا وكذا. وداكشي اللي كان كيقول هو كيتخيل ليه قريب راه كان بعيد، حيت هو اول حاجه ما كانش كيقرا مزيان، ما كانش كيفاليدي في لافاك، وكان غير مجلوق وصافي في ديك لافاك، يعني ديما غادي جاي معايا غادي جاي معايا، ما كيقرا ما والو، ما كيمشيش ما كيحضرش لي كور ديالو، ما كانش مسوق للقرايه نهائيا. يعني كان هادشي اللي كان كيقول واللي كان كيتخيل وكان مستبعد بزاف، باش انه يكون اسره وانه يفتح بيت كانت شي حاجه اللي مستبعده. مع ذلك وانا عارفه هادشي كامل وواعيه به، وكنت غاده معاه بداك الهبال ديالو، حيت الصراحه صافي كنت وليت كنبغيه ما عليناش. ايوا هي هادي قال لك والو، خصو يعرفني على دارهم، خصمو تشوفني. وانا عرفتو مع داك الشيء راه عجبني الحال وفرحته، وقلت ها ما كيتفلاش عليا، وبديت كنخطط لذاك النهار الكبير اللي غادي تشوفني فيه عجوزتي، والنهار اللي غادي نتلاقى فيه مع مامات الشخص اللي انا كنبغي وكيبغيني. وكان ودماغي كيقول لي صافي راه هكا غادي تولي العلاقه شبه رسميه. انت راكم عارفين في داك لاج كتكوني مع شي واحد غير تيقول لك اجي نزيد نوريك لامي ولا كيعطيك تهضري مع مو، صافي كتحس بيه بحال الا دار معاك العقد، كتقولي صافي هذا بغاني، صافي غادي نمشي نتلاقى مع عروستي والامور تمام، وكتولي تحلمي وتمشي بعيد. الصراحه داك الهبال في شكل والله الا في شكل. المهم هذاك الشيء هو اللي كان طرا ليا انايا. ملي قال لي بحال هكاك عجبني الحال، وقلت واو غادي نمشي نشوف ماما، نشوف عجوزتي حماتي المستقبليه وكذا. المهم انا نقول ليه ان شاء الله يكون خير. ايوا هي هادي، كان من النهار طاحت لي هاد الهضره في ودني وانا كنوجد لداك النهار الموعود. قدت شعري داك النهار، مشيت عند الكوافوره درت ليه البروشينغ، حيت انا كنت ما كنديرش البروشينغ، كندوش كندير ضفيره شعري ونخليه بحال هكاك. داك النهار درت البروشينغ زعما باش نطلقو، جبت اجمل ما عندي في الحوايج، جبدتو حطيتو لبستو داك النهار. ايوا تميت خارجه داك النهار وقلت لامي هاي مشيت راني غادا نقرا. ديك الساعه كنت كنقرا في الباك. انا تلاقيت معاه في سيديام، وداك العام اللي طرا هاد الشيء هذا كان عندي الباك باقي عاقل عليه. ايوا هي هاديك مشيت دخلت لداك الليسي ساعه واحده. الساعه الاولى كنت قاريه من 2 حتى 6، مشيت دخلت من 2 ل 3 خرجت بحالي. حيدت ديك الطابليه طويتها درتها في الصاك وانا نجلس حدا واحد العتبه في باب الليسي، وهزيت المرايه وبقيت كنقاد في الماكياج ندير لي غوتوش حتى صوبت داكشي مزيان وانا نصوني عليه. قلت ليه الو انا حدا الليسي اجي عندي. قال لي صافي هاني جاي، ورا ما عنده ما يدار. قلت لكم اي وقيته صونيت عليه راه يتم جاي. شي ربع ساعه حتى وقف عليا. هي هذيك بقينا غاديين انا وياه غاديين باش نمشي للدار ديال مو باش تشوفني مو. ايوا بقيت شاده فيه زعما وغاديه والثقه في النفس، وكنتمشى. وديك المره كان اول مره غادي يشوفني بشعري هكاك مطلوق والبروشينغ، اول مره. انا ديما كندير ليه الضفيره
وبقى كيتغسل فيا ويقول لي زين تبارك الله ما شاء الله عليك، جيتي زوينه، جيتي بحال الحمامه، جيتي بحال النعامه، جيتي ما خلا باش شبهني. وانا كنقول ليه لا لا خطك عويناتك الزين ديالي، عويناتك اللي زوينين. وبقينا غاديين والقلوبه ديال الحب كيبانوا لك هكا كيطيروا فوق السما فوق منا، انا وياه عصافير الحب كيدوروا غاديين مشادين. هي هذيك زيد 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 انا والحب والغرام، عرفتو مرفوعه وما حساش بالوقت، ما حساش بالدنيا، ما حساش بحتى شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي حاسه بها هي بحبي حدايا وشاد فيا، وغدا انا وياه في الطريق. عرفتو نسيت الباك، نسيت واش عندي الامتحان، نسيت كلشي نسيتو. زيد 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 حتى وصلنا للدرب فين ساكن هو. وصلنا لباب الدار ديالهم، بدا كيدق في الباب وهي تقول لي شكون؟ واحد البنت. قال لها انا فلان، حلي راه معايا شي ناس. وانا كنقول له ويلي وانا هادشي كامل ودايره، هو تيقول لي غنتيك تشوفي امي ونعرفك عليها وسميتو وديري اللقاء، هو ما قايلهاش ليها. تخيلوا جابني داني لدارهم داك النهار بلا ما يعلم امو، ما قال لها راه غنجيب واحد البنت، ما قال لها حتى شي حاجه. قال لها ديك البنت حلي راه معايا شي ضياف. هي تقول لي شكون هاد الضياف؟ قال لها غير حلي وغادي تعرفي. هذيك البنت كانت بنت خالته. ايوا هي هذيك تحل داك الباب، حلات ديك البنت، حلاتو وهي طلع حشمات مشات ما سلمت عليا. بقينا طالعين انا وياه في دوك الدروج، وكنقول ليه واش انت متاكد واش علمتيهم؟ راه ما عمري شتي حد كيجيب شي ضيف ولا شي حد غريب، خصوصا بحال هكا بلا ما يعلم. ما عرفتيهم هما كيدوشوا ولا كاينين في الحمام ولا كيخملوا ولا كيصبنوا ولا ما باغيين يتلاقاو مع حد؟ واش متاكد انك قلتيها ليهم؟ انا طالعه وكنقول ليه هادشي، هو كيقول لي زيدي راه امي هادي، راه انا اللي كنعرفها، وانتي اصلا ماشي برانيه علينا، انا غير تبعاه كالهبيله، تبعاه بداك الهبال. ايوا طلعت اتصلوا الدروج، كيبان لي قدامي واحد المراح جالسه فيه مو تبارك الله ما شاء الله، الطول والعرض والارتفاع، ولابسه واحد البيجامه وواحد السيف، وجالسه مبنده، جالسه ديك الجلسه بحال شي ضريح، وجالسه حدا خالته امت ديك البنت اللي حلات علينا، حتى هي بحال مو، نفس الحجم، نفس المواصفات، فوتوكوبي. وبنت خالته جالسه حداهم. عرفتو معها وقفت، هما يطلعوا فيا وهبطوا وقالوا لي السلام عليكم، هما يشوفوا فيه هما يقولوا لي شكون هادي. عرفتو بواحد الطريقه وليتا الكلب حسن مني ديك الساعه، هو يقول لهم دابا تعرفوا شكون. انا صافي عرفتو ديك الساعه ما كرهت شكون. الارض تحل وتبلعني، كون طحت من الشرجم، كون هربت، كون المهم طرا شي حاجه ونمشي في حالي، ولا كون ما نجيش اصلا. عرفتو تبلوكيت وتحرجت. انا كيسحب لي راه قايلها ليهم وغنجي وغنلقاهم موجدين وغيستقبلوني، غيكون داكشي مزيان. زعما ساعه انا جيت هما ما معولين كاع، ما عارفينيش اصلا واش كاينه في الوجود. هي هذيك دخلت وهي تقول لي جلسي وجلست في داك السداري حداها، وبقات هي امو زعما مجمعه مع خالته كاع مدتها فيا، ما تسوقات ليا، ما كبرت ليا الشان. هو مشى دخل بدل عليه، بدار مع راسو، ارتاح ويجي جا وجلس. قال لها امي شتو كاع ما سولتيني شكون هاد البنت؟ وهي تقول لي شكون؟ قال لها هادي راه خطيبتي ان شاء الله. قالت ليه شنو خطيبتك؟ قال لها ان شاء الله الوالده. هي تقول لي خويا حنا بعدا ما فراسنا والو، ما ديتينا خطبنا ليك، ما ديتينا دفوع، ما ديتينا دهاز، ما ركبنا خواتم. امتى هادشي؟ صافي سمعت داكشي تما عرفت بلي راه القضيه حامضه، حمض من بيطاني اللي جايه ضربه بهم ديك الطريق. وعرفتو مو كانت كتبان شريره، عرفتو من وجهها الله يسمح ليا كانت كتبان شريره، ما سالاش عاد فورمتها مكمله لها اللي خاص. ويقول لها لا امي راه غير جبتها دابا باش تعرفي عليها وتشوفيها، ديك الساعه ان شاء الله راه غادي نديك باش تخطبيها ليا. ناضوها مشى للطواليت حاشاكم، وملي مشى للطواليت وبقات خالته كتقول لي واش بنتي انت كتقراي ياك؟ قلت لها خالتي كنقرا في الليسي. هي تقول لي واش بنيتي لله ما بقاو عندكم والدين، ما عندكم ماوات، ما عندكم باوات، ما عندكم خوتي يحكموكم، ما مربيين اللي دار لك يدك في يديه يجرك ويديك لدارهم. دابا ربي واش انت يمك في راسها فين جيتي وعارفك فين جيتي؟ قلت لي واش انت ما خاطبك، ما داوي فيك، ما عاطيك صداق، ما داير بك عقد الزواج، وجايه تابعاه وجايه معاه للدار. قلت لي واش ما كتعطيوش قيمه راسكم؟ والو راسكم ما عنده قيمه. حشمي يا بنتي، حشمي ونوضي، الا عندك شي عرض حشمي عليه وجمعي له وقفه
وجمعي صاك وسيري في حالك، جمعي داك شويه الكرامه اللي باقي لك الا باقي ومحال. عرفتو تصدمت، سمقلت، عرفتو تكوانسيت، ما الريق ديالي ما قدرش باقي نسرطو، ما قديتش نوض، ما قديتش نتحرك، ما قديت ندير حتى شي حاجه. يلا كنفكر شنو غندير، هو يجي هو خرج من الطواليت وجا وجلس وبقى حدانا، بقى جالس حدانا وبقاو مجمعين. ايوا هي تنقص هذيك امو هي تقول ليه انت بعدا ما عندك فين ترقد، ما عندك فين تحط جنابك، ما خدام، وديك القرايه 5 سنين وانت مجرجر فيها ما طفرتيش فيها، ما عندك صالير، ما عندك فلوس، ما عندك مدخول، ما عندك خدمه، ما عندك حتى شي حاجه، وجايب البنت ما هاز حتى راسك، جايب البنت هي تحط على كتافك وهي تقول لي سير خرج سير للقهوه ولا شي بلاصه، حنا راه ما عندناش البورديل. عرفتو ديك الطريقه باش هضرات معاه، انا صافي تصدمت اكثر من داكشي اللي صدمتني به خالته. بغيت نلطف الجو وانا نهضر، ويا ريتني ما هضرتش، كون غير سكت، كون غير صرت لساني وما هضرتش. قلت لها خالتي عافاك الله يجازيك بخير، انا راه ماشي من داك النوع اللي كيصاحب لك، راه عندي دارنا وعندي با وعندي امي وعندي خوتي، وراه ولدك هو اللي قال لي اجي، انا اصلا ما كنتش باغا نجي كاع نهائيا. وزيدون انا راه واحد النهار داك العام كنت كنقرا في سيزيام وكنت غاده في امان الله بخير وعلى خير ما بيا ما عليا، وهو ولدك اللي بقى تابعني وهو اللي بقى لاصقني وطلب مني النمره. تقول لي هاي جايبك وجايه داخله عليا لداري بلا قيمه بلا حشمه بلا حياه ومازال كتردي معايا في الهضره، وزيدوني لا تبعك لا هو راه راجل، والراجل راه ما كيتعبش. عطاتني مزيان وقالت لي دابا سيري خرجي بحالك درقي عليا زلافتك، وزات داك الصاك ديالي اللي كان محطوط حداها وهي ضربني به، درت لي در لف وصرفقاتني به الوجه. صافي انا من درت بحال هكاك صافي طلعت لي القرضه، ما باقي كاتبه لي لا هي لا هو. قلت لها لا يحييك وانت داك الشماته اللي جايبني بعدا قولها غير لامك عاد جيبني، ولا كانت امك مصوفجه بحال هكا خويا ما عندي ما ندير بك لا انت لا تصيلتك لا امك، عطاني غير باتساع. من نهار شفتك ما شفت الربح، باقي ما كملتش داكشي اللي جمعت نقولوا لها وهي تنقص. هي قالت لي كتعيري لي فول ديال بنت الحرام، وهي تشدني ونتفاتني عرفتو مع ديك الطوله وديك التجريده ديالها داتني وجابتني مزيان، خضاتني نخيض وانا نهرب، سلت ليها وانا نهرب، هزيت صاكي ودردقت مع دوك الدروج، حليت داك الباب مع تلفت بنت لي مورايا تجري، وهزت واحد الكمشه ديال الحجر وبدات كتزف عليا. عرفتو كانت حداهم شي حاجه كتبنى وفيها عرام ديال الرمله وعرام تاع الكاياس والحجر، عرفتو كتهز داك الحجر وتصيفط ليا وتابعاني، بقات هكاك حتى صافي غبرت، ما بقاتش كتبان ليا، ما بقيتش كنبان ليها. ايوا صافي ولات الكلبه حسن مني والكلبه لالا ولاتي. عرفتو داك النهار كرامتي تمسحات مع الارض مزيان وتحطمت وتدقدقات وتشوهات، تفضحت وتشوهت وكاع اللي جاكم على بالكم طرا ليا داك النهار. بقيت بحال هكا كنجري دزت من واحد الزنقه وانا نحل صاكي، هزيت منو ديك الطابليه اللي طويتها ودرتها فيه فاش خرجت من القسم ولبستها وانا نشد الطريق لدارنا، هو بقى كيصوني عليا وانا نجاوبو انا كنبكي ومعصبه. قلت لي واحد عطاني اتساع بحال هكا، عرفتي ما عقلتش على راسي فريمون، كانت شدتني شي كريز بقيت العصب حين ما يمكنش. كنت في واحد الزنقه اللي خاويه وطلقت ديك الغوته، راه واقيلا الجيران كانوا ناعسين راه غنكون فيقتهم. قلت ليه عطاني باتساع وعمرك باقي تصوني عليا وعباد الله. عرفتو كنغوت قلت ليه الا باقي عاود تعيطي عليا ما غيفرقني معاك غير المخزن، وانا نقطع عليه التليفون. عرفتي وغادا وكندخل ونخرج في الهضره، كنهضر مع راسي وكنخربق كي الحمقى في ديك الطريق. عرفتو وصلت للدار دخلت غسلت وجهي ديك الحاله وداكشي اللي جيت به، عرفتي كانت باينه فيا ماشي ديك باينه فيا من الطياره، ولكن صافي عادي يعني ما سولني حتى شي حد الصراحه. دخلت حيدت حوايجي وانا نمشي وانا نعس. هي هذيك صافي الغد ليه مشيت لليسي، دازت واحد اليومين وانا خارجه من الليسي حتى كنلقاه قدامي، لقيتو قدامي وهو يقول لي فلانه وكيشوف فيا وانا نبدا عليه عطاني باتساع وعباد الله، وهذا السيد هذا بغى يدير لي وبغى يفعل لي وبغى يستغلني. وبقيت كنغوت وتما الدنيا عامره كلشي خارج من الليسي، وكنهز الحجر وكنصيفط ليه وكنغوت، وتجمعات الجوقه والاساتذه تجمعوا والعساس المدرسه والدراري والبنات وكل شيء تجمع تما وجراو عليه، بقاو عليه السلقوط. حنا ما عندناش البنات اللي تفلى عليهم، بقاو ديك التكرفيصه وديك الشوهه اللي دارت لي امو رديتها عليه. صافي
مشى في حاله. من تما عمري باقي ما شفتو نهائيا، ولا عمرو صنع عليا ولا حتى شي حاجه. والحمد لله يا ربي فكيتيني منه، واخا ديك الشوهه وديك التبعتيله، ولكن اللهم ولا شوف ضحك اكثر من هكا. هذه هي القصه ديالي، وراه دازت على هادشي الصراحه بزاف ديال الوقت، وتفكرتها وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. وشكرا لكم بزاف على الاستماع. والبنات بقاو ديما تعطيو القيمه لراسكم، وما تبقاوش ترضاو باللي كان. الله يرحم لكم الوالدين، ما ديروش هاد الفضيحه وهاد التبهديله اللي درت انا لراسي. شكرا لكم على الاستماع. كانت هذه القصه ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد وفي قصه جديده ان شاء الله. وبطبيعه الحال الا عجبتكم القصه ما تبخلوش عليها بلايك كومونتير، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس الى كيعجبكم المحتوى ديالها وكيعجبكم المحتوى ديال القصص. السلام عليكم.